لو بتقول معايا 650,000 جنيه ورايح اشتري عربية زيرو اقتصادية وقررت اخد البروتون ساجا من الوكيل بالسعر الرسمي وخلاص، هقول لك لا، استنى. الحقيقة في سوق العربيات المصري مختلفة تماما عن اللي مكتوب على الورق. السعر الرسمي للبروتون ساجا من الوكيل 650,000 بس لما تنزل أرض الواقع هتلاقي العربية كاش ب 625,000 أو ب 630,000، يعني أقل من السعر الرسمي ب 20 ل 25,000 جنيه. طب السؤال المهم، إزاي السعر بينزل كده؟ خليني أحكيها لك ببساطة. لو أنت زبون كاش ممكن تدخل المعرض تدفع 625,000 جنيه وتستلم العربية زيرو موديل 2026، موتور 1300، تنفس طبيعي، فتيس اوتوماتيك تقليدي، عربية ناعمة شكلها مقبول، مشاكلها لحد دلوقتي محدودة والوكيل بيحلها. يعني من ناحية عربية توديك وتجيبك وبتعمل الشغل المطلوب وبزيادة بسيطة كمان. طيب نروح بقى للحكاية اللي عملت ضجة كبيرة، موضوع التقسيط والكاش باك الوهمي. في معارض بتقول لك العربية ب 610 أو 615 ألف جنيه تقسيط، فتسأل نفسك هو إزاي بيبيعها تقسيط أرخص من الكاش؟ هو بيخسر يعني؟ الإجابة لأ، هو مش خسران ولا حاجة. السر كله في كوميشن البنك. البنك بيدي المعرض عمولة على كل عميل تقسيط 1% أو 2%، وأحيانا أكتر. المعرض بياخد العمولة دي ويحطها على سعر العربية ويظهر لك العرض كأنه خصم جامد. يعني هو ما كسبش من العربية نفسها، بس كسب من البنك، وكمان ممكن ياخد بونص إضافي لو باع عدد كبير من العربيات. والسبب إن اللعبة دي شغالة إن أغلب سوق الزيرو في مصر ماشي تقسيط وزبون الكاش قليل. بس على المستوى الشخصي أنا شايف إن الكاش دايما أريح وأأمن، من غير ضغط القسط ولا التزام شهري طويل. طيب نرجع للسؤال المهم، هل بروتون ساجا تستاهل الشراء؟ ببساطة هي عربية اقتصادية محترمة، بتقدم الأساسيات اللي أي حد عايزها: زجاج كهرباء، 2 إيرباك، شاشة، كاميرا، جنود، استهلاك بنزين كويس. مش معمولة علشان تنفذ عربيات رياضية، هي معمولة علشان تخدمك وتعيش معاك. طيب نقارنها بمين؟ أقرب مقارنة نيسان صاني، بس الفئة التانية علشان نكون عادلين. الصني اسم مشهور، إعادة بيع أقوى، قطع غيار أرخص، بس الصاج أضعف، الثبات مش الأفضل. بروتون ساجا صاج أقوى، ثبات أفضل، إحساس أأمن شوية على الطريق، لكن قطع غيار أغلى شوية، إعادة البيع أضعف من الصني. بس ببساطة دي ليها مزايا ودي ليها عيوب. لو أنت بتفكر بعقلية السوق وإعادة البيع وقطع الغيار الرخيصة، الصني هي اختيار منطقي جدا. لو أنت عايز إحساس ثبات أفضل، صاج أقوى، عربية هادية للاستخدام اليومي، البروتون ساجا اختيار محترم. أما رأيي الشخصي، أنا برجح الصني الأول وبعدها البروتون ساجا، لأن في السوق المصري توافر قطع الغيار وسهولة البيع هم اللي بيكسبوا في الآخر. ولو أنت شايف غير كده قول لنا رأيك في التعليقات.